في إطار مسار التحديث المتواصل يولي الجيش الوطني الشعبي أهمية خاصة لتطوير صناعة طيران التدريب باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد الطيارين العسكريين وفق معايير احترافية عالية. عرض طائرة من نوع فيرناس 142 مصنعة محليا على مستوى مؤسستنا. هي طائرة تدريب واستطلاع خفيفة ذات مقعدين. الطائرة متعددة الخدمات لقدرتها على استخدامها للتدريب والتعليم الأساسي في المدارس العسكرية والمدنية، وكذلك لعملية الملاحة الجوية نهارا وليلا. بالتوازي مع ذلك تسهم وحدات صناعة الكوابل في دعم جاهزية مختلف الأنظمة والتجهيزات من خلال إنتاج مكونات دقيقة تخضع لمعايير تقنية صارمة تشرف عليها كفاءات وطنية مؤهلة. تستخدم هذه الكوابل في ربط المنشآت الإدارية والصناعية ومختلف المباني المدنية من أجل ضمان نقل البيانات بسرعة عالية وموثوقية كبيرة. نقوم على مستوى المؤسسة بإنتاج هذه الكوابل بأيادي جزائرية مكونة محليا، وذلك وفقا لمختلف المعايير العالمية. أما سلاح الإشارة فيعد حلقة الوصل داخل هذه المنظومة، إذ يتكفل بتأمين شبكات الاتصال وضمان نقل المعلومة في الوقت المناسب، بما يعزز فعالية القيادة والتحكم. الإنتاج والتجميع بالنمط الكلي والجزئي لمختلف أجهزة الإشارة والإعلام الآلي على النمطين، نمط سيكادي والنمط اسكادي. التصنيع الميكانيكي والبلاستيكي الخاص بعتاد الإشارة، معايرة مختلف أجهزة القياس. وتقوم المؤسسة أيضا بالتكوين في المجال، يعني التكوين تخصصي لجميع فئات الأفراد التقنيين حول أجهزة الإشارة الحديثة. هكذا يواصل الجيش الوطني الشعبي بناء منظومة متكاملة قوامها التكوين، التحكم التقني والاعتماد على القدرات الوطنية، وفاء لمهامه في حماية الوطن وسيادته.